مرحباً بك في بودكاست لنتحدث عن ذلك الذي تقدمه منصة لها. منصة إلكترونية مفتوحة حيث يمكن للفتيات المراهقات والنساء الحصول على معلومات عن صحتهن وسلامتهن وعافيتهن. محتوانا مبني على المعرفة العلمية لأغراض التعليم فقط، ولا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن العلاج أو الاستشارة المتخصصة. اسمي غابرييل، وأنا هنا لأتحدث معكن عن العلاقات. لدينا جميعاً في حياتنا علاقات مختلفة مع أشخاص مختلفين، أصدقاء أو أفراد أسرة أو شريك كالزوج أو الحبيب، أو أشخاص نعرفهم من خلال العمل أو المدرسة أو أفراد مجتمعنا. قد تكون العلاقات إيجابية وتجلب أشياء رائعة إلى حياتنا، لكنها قد تكون أيضاً غير صحية أو سلبية أو غير مفيدة لنا، حتى لو لم ندرك ذلك دائماً في حينه. هذا البودكاست يساعدك في مراجعة علاقاتك والتفكير أي منها صحي وأي منها غير صحي أو حتى مسيء. تنطوي العلاقات الصحية على الصدق والثقة والاحترام والتواصل المفتوح بين المعنيين، وتتطلب الجهد والتنازلات من كلا الطرفين. يحترم الشركاء استقلالية بعضهم بعضاً، ويمكنهم اتخاذ قراراتهم الخاصة دون خوف من القصاص أو الانتقام وتبادل هذه القرارات. العلاقات الصحية تبرز أفضل ما في داخلك وتجعلك تشعرين بالرضا عن نفسك، ولكن تذكري أن العلاقة الصحية لا تعني علاقة مثالية، ولا أحد يتمتع بصحة جيدة في جميع الأوقات. لا يوجد خط واضح يفصل العلاقة الصحية عن غير الصحية أو المسيئة، وقد يكون من الصعب معرفة نوع العلاقة التي تعيشينها. تذكري دوما أن الإساءة ترتبط دوما بالسلطة والسيطرة، وقد تتضمن العلاقة غير الصحية اختلالا في السلطة أو التصرف بوضاعة أو تجاهل الحدود أو الضغط على شخص ما لفعل أشياء لا يرتاح لها. في العلاقة المسيئة يسيطر أحد الشريكين سيطرة كاملة تقريبا على الآخر. على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص ما في حياتك يجعلك تشعرين بالضيق تجاه نفسك باستمرار، فهذه ليست علاقة صحية. يمكنك تصنيف جميع علاقاتك مع العائلة والأصدقاء والشركاء الحميمين إلى علاقات صحية وغير صحية وحتى مؤذية. إذن، أين الخط الفاصل بين العلاقات الصحية والعلاقات غير الصحية؟ وما هي الخيارات حيال المواقف الخاطئة وغير السليمة؟ تذكري أنه مهما حدث فإنك تستحقين علاقات مبنية على الحنان والاحترام. إذا كان لديك أسئلة أخرى أو ترغبين بالتحدث إلى شخص ما، يمكنك زيارة لها.org للتواصل مع مقدم الخدمات عبر زر البحث عن الخدمات أو استكشاف المزيد من المواضيع باستخدام وظيفة البحث.